القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش
مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. أحبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقة. حلقتنا اليوم حلوة وجميلة وتفتح النفس. تدرون ليش؟ لأنها تتكلم عن الجنة، وما أدراك ما الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول قبل شوي في الآيات اللي سمعناها: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. احنا تعرفون يا حبايبي الجنة قصور وأنهار ولذات ومشارب ومآكل وحور عين ونعيم مقيم. احنا لو بنتكلم عن نعيم الجنة بناخذ ساعات وما بيكفينا، لكن احنا اليوم بنجلس بس مع هذه الآية ولحم طير مما يشتهون علشان نعرف اللذة الحقيقية اللي الإنسان المسلم سيلقاها عند الله سبحانه وتعالى. طبعا ما يخفى عليكم حبايبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أن الله عز وجل يقول: أعددت لعبادي الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى بعض السلف الصالح لما وقف مع هذا الحديث قال: أي نعيم تخيلته فهو ليس نعيم أهل الجنة. قال: ليش؟ لأنك مدام تخيلته ليس من نعيم أهل الجنة. نعيم أهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر. نعيم حقيقي، نعيم الخلود. ولذلك فيها من القصور ما الله به عليم غير قصور الدنيا. فيها من أنهار من ماء مصفى، وأنهار من عسل، وأنهار من خمر. يعني يلي حرمت نفسك من خمر الدنيا ترى نهر في الجنة لمن حرم نفسه من خمر الدنيا. خمر ما فيها زي خمر الدنيا إلا الاسم كما يقول ابن مسعود. بس ترى نعيم الدنيا والآخرة تتشابه فيه الأسماء فقط. المهم حبايبي نتكلم اليوم عن نعيم أهل الجنة. والكلام عن الجنة يونس ويجعل الإنسان يتفاءل. ولما أشوف ما أعده الله لعباده الصالحين أبذل أكثر وأسعى أكثر، لأني أبغى هذه الجنة. منا ما يبغى هذه الجنة؟ كلنا نبغى هذه الجنة. زين، نتكلم عن هذه الآية ولحم طير مما يشتهون. يقول لك في تفسير هذه الآية حبايبي أن المؤمن يكون في الجنة في قصره. وأي قصر المؤمن في الجنة؟ تفكرون كيلو في كيلو؟ لا هذا حدكم يا أهل الدنيا. تفكرون بس مثلا حركات وديكورات؟ لا، لبنة من ذهب ولبنة من فضة ويا الله رضاك. نعيم 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 بمعنى الكلمة، ما في من نعيم الدنيا شيء. يقول لك المؤمن يكون في قصره بين الولدان المخلدون والحور العين، متكئا على أريكته، ماخذ وضع النوم. الآن يبغى يستانس، يبغى يتمتع، يبغى يعوض الصبر على طاعة الله في الدنيا. يقول لك ولحم طير مما يشتهون. اسمع معاي: فيشتهي نوعا معينا من الطيور. بس بمجرد ما يشتهي، اشتهى سما،
اشتهى حمام، اشتهى حبارة، بمجرد ما يشتهي ويخمن ويضمرها في نفسه جاءت هذه الطيور أسراب، مجموعات. إذا اشتهيت سمن جاك السمن على أحلى وأجمل ما يكون السمن. جوك يستعرضون اللي يجنح لك واللي يرفرف واللي يتمناك تاكله. تدري ليش؟ لأن زي ما أنت تتمتع بأكله هو يستمتع لما تاكله، لأن كل من في الجنة يتمتع، ما في عذاب، ما في ألم، ما في شعور بالتعب ولا الكدر ولا المنغصات. الطير في الجنة ولا الدجاجة لما تذبحها تحس بألم، لا، طيور الجنة تتسابق إليك حتى تأكلها، لأنها تتنعم فيك وأنت تأكلها كما تتنعم بها أنت. يقول لك فإذا تخيلت السمن جاءتك المجموعة هذه واستعرضت لك يمكن 20 25 30 طير الله أعلم، فتقعد تدور، وإذا كانت تصفر أو تغني غنت لك، لأنك يا أخوي حرمت نفسك من غناء الدنيا، وقامت ذيك الأصوات وذاك الصفير. المهم فأنت تشوف يعني الآن ما تتكلم إلى الآن يا أخي المؤمن المنعم في الدنيا في الجنة، للحين ما تكلمت أنت، بمجرد الاشتهاء تخيلوا في نعيم زي كذا لا ما ظنيت. إلى الآن أنت ما تكلمت، أوامرك بس بالمخ أنت يعني تقولها، لأن في الآخرة ما نبغى ما حد يكلف عليك بشيء، أنت تأشر، أنت تتدلل، أنت تامر، لأنك وصلت إلى كل ما يريده الإنسان المؤمن هو رضا الله وجنته. المهم يقول لك يجيك السرب الأول ويستعرض لك ويطير جنبك وحولك ويصفر لك، ما عجبك ما في شيء تقول له والله يلا ولا تكلف على نفسك وتأشر، بمجرد ما يعجبونك أو ما عجبوك يجي يعني الأمر للمجموعة الثانية، هذين يروحون ما حد بيغثك ولا حد بيقعد على قلبك، انت اللي تختار. تجي المجموعة الثانية ونفس الشيء تستعرض وتصفر وتصفق، ان بغيتها سمن، ان بغيتها حبارة، ان بغيتها بط، ان بغيتها وز، آمر تدلل، انت الآن في الجنة. المهم فإذا جل السرب الثاني واشتهيت واحد منهم، بمجرد ما تطالعه خلاص ما تقول بيتهاوشون زي الدنيا عصافير تتهاوش ولا شيء، لا لا لا، بمجرد ما تأشر على واحد منها طار الحالة، وقاموا سووا له ذيك الزفة الحلوة المحترمة، وقاموا جهزوا لك تفكر فيها طبخ وفيها زي ما يقولون نفخ، وبيأذونك والريش وين بيروح؟ لا، الريش يا حبيبي يطلع من ريش هذا العصفور أو الطير ويرجع إلى الطيور الثانية، حركة حلوة تشوفها وتستمتع. المهم فيأتي هذا الطير، ثم بعد ذلك حبيبي طب تخير، اختار، تبغى مندي حاضر ولا أحلى من منادي الدنيا كلها، تبغى مضبي مشوي باربيكيو، تبغى بالخلطة السرية، كل شيء موجود عندك، المنيو في مخك، ما يحتاج سوولي فعلولي، لا أبدا. فإذا اشتهيت يا حبيبي محمر ولا مكبوس ولا سليق ولا أي نوع من أنواع الأكل استوى لك. وكما يقولون عاد صنع الله عز وجل أجل وأكرم من صنيع البشر في الدنيا. أي طبخ في الدنيا ما يقارن طبخ الآخرة بطبخ الدنيا. فيطبخ هذا الطير ويستوي وانت تشوف، لكن بعيد عن مسألة ريحة ولا زيت يطيح عليك ولا شيء، لا 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 لا، انت هنا في النعيم انسى. ثم إذا استوى هذا الطير بالطريقة اللي انت تبغاها، جيء به على طبق من ذهب، حطوا لك على طبق من ذهب. ايه تدري ليش؟ لأنك في الدنيا لما حرم الله عليك استعمال الذهب وتركته، الآن تتنعم بالشيء اللي انت تركته لله عز وجل. يوضع عليك من ذهب في طبق من ذهب، ثم يأتي الولدان المخلدون ويقدمون لك إياه، ويقدمونه لك بأحسن خدمة، مش 5 نجوم إلا ما في نجوم في ذيك الخدمة.
فتأكله هنيئا مريئا. هذا نعيم يا حبايبي من نعيم أهل الجنة. إذا خلصت وكلته بتفكر بتحاتي مسألة الإخراج أعزكم الله، لا، تخرج منك من فمك رائحة زي ما نقول تتشدى وتخرج بأطيب ريح من ريح المسك. هذا هو نعيم الجنة. وألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. عاد مش كذا يا إخواني حبايبي، الجنة يبغى لها صلاة، يبغى لها عبادة، يبغى لها خوف من الله عز وجل، يبغى لها قرب من الله عز وجل، حتى نكون نحن وإياكم من الذين يرضى عليهم الله سبحانه وتعالى ويدخلهم في جنته ويدخلهم في رحمته. وإلى ذلك الموعد، إلى اللقاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ونحن وإياكم من أهل الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله لا شيء سواه